آه مساء الخير. مصر دي دولة عظيمة والله، عظيمة جدا وغنية. أول حاجة يا غنية، على فكرة في موضوع هتكلم فيه أنا بعد كده. أنا بتعجب لما يكون مصر فيها، على ما أذكر يعني، مش عارف والله ما أنا فاكر الرقم، بس هعمل له سيرش بعد كده. 18 ولا 182، مش فاكر أنهي واحد، طن ذهب من اللي هي بتوع الفراعنة، آثار في صورة ذهبية. هل من حقها أساسا تعتبر ثروة الذهب ديت احتياطي ذهب؟ ما هي لو اعتبرت ديت ضمن الاحتياطي بتاع الذهب، حاجات كتيرة جدا هتتغير ومعايير كتيرة جدا هتتغير. طبعا المقياس فيها، هل الثروة ديت ممكن بيعها ولا مش ممكن؟ طبعا ده موضوع يتكلم فيه الخبراء. انا ما بتكلمش، مش بتكلم عشان كده، انا بتكلم النهارده على موضوع الاسكندرية للحاويات. والسبب ان انا بقول مصر غنيه، من غنيه في ايه؟ طبعا بغض النظر عن الثروه البشريه اللي فيها، وطبعا العدد في الليمون وكلكم عارفين، الا ان الثروه الحيوانيه في حد ذاتها برضه ثروه كبيره. مصر هي الدوله الوحيده اللي فيها العديد، بل المئات، بل الالوف من الخرفان اللي بدرجه الدكتوراه. خرفانها معاهم دكتوراه. تخيلوا، قولوا لي يا دوله تانية في العالم خرفانها معاهم دكتوراه. ف اليومين دول شغال فيه خرفان طالعه ما على موضوع الاسكندريه الحاويه. والغريب ان المأمأة بتاعتهم الكلام واضح. يعني اي بني ادم بيقف لفتره للحظه ويفكر في الكلام اللي بيتقال، هيعرف ان ده خروف على طول، وان اللي بيتقال ده كلام فاضي، وان مصر ما خسرتش مليم واحد في الصفقه دي. ده لو بيفكر. لكن مين يفكر ومين يقيس ومين يعمل؟ كله بيهيص بعديها، والخساره والاهمال هقص، كله كلام فاضي. الحكايه كلها كالاتي. يعني مثلا هنفترض جدلا يعني، مستر ايه، واحد اسمه هنسميه حسن اشترى بيت في مصر سنة، من 15 سنة فاتوا مثلا، ولا من 16، من 20 سنة فاتت، 18 سنة فاتت، أي حاجة، بنص مليون جنيه كاش. نص مليون جنيه. حسن ده قاعد في أمريكا مثلا، يعني عشان يشتري راح حول فلوس من أمريكا بالدولار، واشترى بيها الايه البيت ده بنص مليون. جه حسن ده بقى النهارده باع البيت. هو لا، ما كانش النهارده، هم باعوا البيت كان تقريبا الدولار ب 50 حاجه زي كده. باع البيت ب 11 مليون او 12 مليون جنيه. ساعتها الدولار كان ب 50 جنيه. اصبح الراجل شاري بنص مليون بس، وباع ب 12 مليون. هل يجي اللي باع له الشقه او البيت بنص مليون قبل كده ولاده يمسكوه يضربوه بالجزم ويقول لك انت خسرتنا، ازاي تبيع بنص وهو يبيعه تاني ب 12؟ ايه رايكم؟ هو ده اللي بيتقال بالظبط، مش هو ده اللي بيتقال؟ اشتروا بكام جنيه وباعوا بكام جنيه. طب يا عم الحاج، من 20 سنه فاتت، على فكره انا بضرب مثال، كان الدولار ب 3 جنيه. 3 جنيه. فالراجل ده عشان يبيع، عشان يشتري بنص مليون مثلا، يعني برضه حسبة نقولها كده، دفع 120 ألف دولار. أوكي. لما جه باع بقى، باع ب 12 مليون. ال 12 مليون دول بكام؟ بكام؟ ب 210 مثلا ألف دولار. يعني من 20 سنة القيمة السوقية بتاعة الحاجة ديت كانت ب 120 ألف دولار. باعها ب 210 أو 220 عشان الحسبة تبقى مع بعضها ألف دولار. بعد 20 سنة، هل بالله عليك
مش كل شيء في العالم قيمته السوقية تضاعفت في الفترة دي من هنا لهنا؟ حتى هنا في أمريكا مثلا على سبيل المثال، هل اللي كان من 20 سنة تذكرة المترو مثلا، أنا فاكرة أنا أول ما جيت كنت بركب تذكرة المترو ب 75 سنت، يعني 3/4 دولار. دلوقتي تذكرة المترو قربت على الثلاثة، بصراحة أنا ما أعرفش بالظبط، بس اللي أنا متأكد منه هي تقريبا 2.75 أو 3 دولار. إذا تذكرة المترو حصل لها إيه؟ تريبلينج، يعني 3 مرات. وقيس على كده بقى الباوند، اللحمة، إيجار الشقة، البتاع، المش عارف إيه الكلام ده كله. يعني القيمة السوقية بتاعت كل شيء في الدنيا حصل لها تريبلينج مش دبلينج أساسا. فلما أنت تيجي تقول إن واحد ضحك على مصر، اشترى من مصر ب3 ورجع باع واحنا قلنا المبلغ قد ايه؟ ب 12 ولا انا مش عارف الارقام. لكن كل اللي انا عايزك منه ان لما يطلع خروف يتكلم هيقول لك ارقام. كل المطلوب منك حاجه واحده بس، البيع. لما انت بعت له كمصر، بعت له سنه كام؟ وهذا لانه جاي من بره، يعني اشترى ده دولار عشان يشتري، يعني هو عشان يشتري منك دفع لك كام دولار من كام سنه، ولما باع حول اللي باع بيهم اللي بالجنيه المصري لكام دولار، خرج بيهم من البلد. وشوف القيمة السوقية بتاعت أي حاجة من السنين اللي فاتت ديت والسنين دي ودلوقتي، بس وفكر. إنما عشان تقولها أرقام طبيعي شكلها فظيع قوي. اشترى ب3 مليون وباع ب 12 مليون، ده سيزع. بس إيه يا عم الحاج؟ جنيه. طب ماشي، الجنيه ياما كانت قيمته السوقية كام؟ ويشتري كام دولار ويجيب كام كيلو لحمة؟ والنهارده الجنيه قيمته السوقية كام؟ ويشتري قد ايه؟ ويشتري لك كام جرام لحمة؟ يعني منطق، يعني فكر بالشكل ده. هم بيستغلوا عقول الناس وسذاجة الناس، والناس عندها حق. يعني راجل دين يديله ينيكوا في عقله، راجل اقتصاد خروف يا عمال كله الباقي. نكاح العقول ده يا جدعان زاد في عقله. على فكرة من ضمن الحاجات اللي انا بنتقد عليها وعارف كويس قوي، ان حكاية استخدام الكلمات الفجة في كلامي. هل ده مثلا عشان انا راجل منحط مثلا، ما تعاملتش مع علية القوم في كل البلاد سواء في مصر او في امريكا هنا، ما عملتش بيزنسات مع ناس كبار، ما اعرفش ازاي اتكلم زي رجال الاعمال والناس الكبيره، ما اعرفش اتكلم زي الاعلاميين اللي عندكم اللي انتم بتعتبروهم نجوم. لا، بس انا طبيعتي بعتقد او بحب اعمل كده. لا يفل الحديد الا الحديد، لا يفل الحديد. لما انت عايز تعلمني الادب بالغصب عن امي، لا، ادين اهو مؤدب انا اهو بقى. عايز تدخلني الجنه بالغصب عن امي، اهو انا اهو. مفيش حاجه اسمها ان انا اعلم بني ادم يتكلم ازاي ولا يقول ازاي ولا في كلام. مصر هي بلد، ما اعرفش كانت الوحيده ولا لا، بس هي اللي فيها حاجه جريمه اسمها جريمه السب والقذف. مفيش الكلام ده خالص. يعني مثلا على سبيل المثال في اوروبا طبعا انا متاكد منها برضو، وفي امريكا مفيش حاجه اسمها سب وقذف. مفيش الكلام ده. الرجاله يقعد تتخانق انتوا الاثنين، يقعد يقول لك امك وابوك وانا ظبطت امك وانت مسكت ابوك ولا كانك قلت حاجه. مفيش جريمه هنا. تمد ايدك كده وتلمسه، وقعت الجريمه. انما حكايه السب والقذف والكلام المطاطي ده والحاجات ديت واثاره الفتنه والبرعي ده والكلام الفاضي ده نصب يا جدعان، غير موجود الا في مصر. فانا بستعمل الكلمات الفجه دي قاصد، مش قله ادب مني ولا الكبير في السن وازاي تقول الكلام. ليه؟ هو مثلا هو الكبير في السن ده يعني ايه مثلا؟ لازم يكون امعه مثلا؟ لازم يكون شوال نشا؟ لا، انا عمري ما كنت شوال نشا ولا هكون شوال نشا. ما انا ممكن اتنشي واترسم فيها. وعلى فكره، وعندي من ال الاسباب اللي تخليني اعمل شوال نشا احسن من ناس كتير قوي كتير، لكن عمري ما هتنشى. انا هعيش انسان طبيعي عادي واتكلم حياتي عادي زي اي شاب عندكم طبعا عنده 18 سنه. تقبلني على كده تقبلني، ما تقبلنيش مع السلامه. سلام عليكم.